لو هتبتدي تاخدي ساكسندا او مونجارو او ويجوفي او اوزامبيك كملي الفيديو ده للاخر لانه هيفيدك جدا. اول حاجه انك ما ينفعش تاخدي ولا واحده فيهم من غير استشاره الطبيب بتاعك او استشاره اخصائي التغذيه. حاجه انك ممنوع تاكلي شطه او سبايسز او حاجه فيها توابل كتير زي الاكل الهندي او الصيني مثلا. تاني حاجة بلاش تدخني او تقعدي جنب حد مدخن. تالت حاجة بلاش الجانك فود والوجبات السريعة، كمان بلاش المقليات والمحمر والوجبات الدسمة. كمان بلاش كمية الوجبة تكون كبيرة، حاولي تقسمي وجباتك خلال اليوم كميات صغيرة في كل وجبة. كمان تشربي مياه كتير. كمان مضغ الاكل كويس جدا وتدي فرصة ان عملية الهضم تبتدي من الفم. واخر حاجة واهم حاجة ان احنا اول ما نحس بالشبع لازم نوقف اكل. طيب هو احنا ليه اصلا بنعمل كده؟ بنعمل كده لان العيله دي من الادويه الميكانيزم بتاعها ان هي بتبطئ حركه الجهاز الهضمي وبتبطئ خروج الاكل من المعده للامعاء. فاللي بيحصل ان لو ما عملتيش كده بتبقي عرضه اكتر للحموضه، بتبقي عرضه اكتر للغثيان. طب ما يا دكتور اصلا اللي بتقوليه ده هو ده اللايف ستايل الطبيعي. طبيعي ان احنا ما ناكلش شطه كتير، ما ناكلش سبايسز كتير، ما ناكلش جانك فود ولا وجبات سريعه ولا وجبات دسمه. كمان ان احنا نوقف اكل لما نشبع، ده الطبيعي. ليه بتقولي لنا كده واحنا بناخد المونجارو؟ بقول كده لان في ناس بتعتمد اعتماد كلي على حقن المونجارو او الساكسندا او الاوزامبيك، وقت ما بياخدوها بيحسوا انها زي السحر. اما ناخدها هي خلاص اوتوماتيك هتوقف لنا الشهيه، احنا هنخس، هي مجرد ما هناخدها هناكل كل اللي احنا نفسنا فيه وهنعمل كل العادات السيئه وفي نفس الوقت هنخس. وده مش حقيقي. اللي بيحصل انها مجرد عامل مساعد مش اكتر من كده. ما ينفعش نعتمد عليه بشكل كلي ان هو ده الحاجه اللي داخله هتخسسنا واحنا بنعمل كل حاجه غلط. لازم تعتمد على نفسك وتعتمد على اخصائي التغذيه بتاعك انه يعلمك العادات الصحيه واللايف ستايل الصحي ستيب باي ستيب عشان توصل بعد كده ان انت تقدر تستغنى